السلام عليكم ورحمة الله أعزائي أولياء الأمور وكمان حبايب قلبي طلاب تالتة إعدادي. يا رب يكونوا بخير يا شباب. النهاردة إن شاء الله يا جماعة ميعادنا بقى مع الوحدة الجديدة اللي هي يونت 2. حي مع الوحدة التانية يا جماعة إن شاء الله عندنا في المنهج. معلش مكتوب على يونت 1 بس دي غلطة مننا، معلش آسفين جدا يا شباب. ما ده حاجة عجيبة، يعني لازم تجيبوا الكلام لنفسيته يعني. يونت 2 يا جماعة وهناخد أول درسين إن شاء الله ليسون 1 و 2. طبعا يا شباب باذن الله تحت الفيديو على طول في صندوق الوصف هسيب لك الروابط بتاعه يونت 1 علشان تقدر تتابع معايا كل اللي فاتك. النهارده يا جماعه نقسم الفيديو لاربع حاجات. اول حاجه الفوكاب يعني الكلمات الجديده، نحاول يا جماعه ننطق مع بعض ان شاء الله بطريقه شيقه جدا وحاجه سلسه قوي. وكمان هناخد بقى تاني حاجه الديفينيشن يا جماعه التعريفات علشان عليها جملتين بيجوا معاها في الاختيارات، فمهمه قوي يا جماعه ان شاء الله الجزئيه بتاع النهارده. وبعدين الجريمر النهارده ان شاء الله يا جماعه هناخد الصفات المقارنه وصفات التفضيل، وهناخد كمان ادوات التجزئه بوث ونايذر وايذر ونن وحاجات حلوه قوي. وفي الاخر طبعا هناخد الاكسرسايز الموجوده عندنا ان شاء الله يا جماعه في كتاب المعاصر بتاع ليسون 1 و 2 صفحه 95 و96 يا ابطال. على بركه الله بس بالله عليك فعل الجرس والاشتراك عشان يوصل لك كل جديد يا ابطال، وكمان تقدر تتابع معايا اللي جاي والمراجعات وكده. بعد اذنك كده بتبص للساده المشاهدين وقول لهم يعملوا لايك وسبسكرايب للموقع. هقول لهم ايه؟ يعملوا سبسكرايب، اعملوا لك اشتراك للبتاع وقول لهم يفعلوا زر الجرس. اول حاجه عندنا هو حاجه اسمها الكي فوكاب اللي هو الكلمات الجديده يا ابطال. حاجه نقرا كده يا شباب يلا. اول حاجه كافي ماشين ماكينه صنع القهوه. كافي ماشين كافي ماشين. كاتل كاتل اللي هو الغلايه حاجه موجوده في معظم البيوت. مايكروويف مايكروويف مش ميكروويف ماي مايكروويف. توستر توستر يعني محمصه او خبز الكهربائيه. ادفيرت ادفيرت جاي اللي مع الاعلانات جاي من كلمه ادفيرتايزمنت اعلانات بردك. سبيشال اوفر سبيشال ما حدش يقول ايه سبيشال، لا مفيش حرف الياء دي خالص. سبيشال اوفر. ديسكاونت يعني خصم او تخفيض. ديسكاونت ديسكاونت. ديل ديل يعني اتفاق او صفقه. سبيكر اللي هي سماعات او مكبر الصوت موجوده في الكمبيوتر واللاب والحاجات دي. السبيكر حلو قوي. سمارت سمارت يعني حاجه ذكي او انيق، يقول لك مثلا تلفزيون سمارت تليفون سمارت. شوب شوب يتسوق او متجر. سيل سيل بمعنى تخفيض او اوكازيون، بتشوفها مكتوبه يا جماعه على محلات كتير قوي كلمه سيل دي تخفيضات تخفيضات سيل سيل كده يعني، خصوصا يا جماعه في اخر السنه واول السنه. انت بتتكلم جد؟ لا حول ولا قوة الا بالله، والله ما اعرف غير منك دلوقتي يا ابو حميد. طيب الجزئيه الثانيه يا جماعه study these definitions ادرس هذه التعريفات. مهمه جدا يا شباب، نحاول يا جماعه نقراها مع بعض كده. هي نفس الكلمات ولكن انا عايز تاخد بالك من من التعريف اللي جنبها. اول كلمه كافي ماشين كافي ماشين ماكينه صنع القهوه. حاجه معاها تعريف بيقول لك ايه؟ you can make a hot drink with this. اللي انت ممكن تعمل بها مشروبات سخنه. اللي هو طبعا ماكينه صنع القهوه. كاتل اللي الغلايه. شوف لها تعريفين. اول حاجه لك ايه؟ you can boil water with this او something that you use in the kitchen to boil water حاجه بتغلي فيها الميه. اكيد معروف طبعا الغلايه. مايكروويف مايكروويف اللي هو ايه بقى؟ you can cook things quickly with this تطبخ فيها حاجه بسرعه. او machine that cooks food very quickly using special waves. بتسخن فيها او تطبخ فيها الاكل بسرعه باستخدام طبعا بعض الموجات الخاصه او المميزه. سبيشال او سمارت معلش يا جماعه سمارت اللي معناها ذكي او انيق. using computers or internet to make something work better حاجه بنستخدم فيها الكمبيوتر او الانترنت عشان نخليها طبعا اكثر كفاءه في العمل. طب special offer يعني عرض خاص. بيقول لك ايه؟ something that is a good price or free to encourage people to buy it حاجه بتبقى بسعر كويس جدا علشان تشجع الناس تشتريها. عرض خاص. discount اللي هو خصم او تخفيض. شو ما تعرف حلو قوي بكتير قوي. يقول لك ايه؟ a price
that is less than usual. سعر بيبقى اقل من المعتاد. حلو قوي يا جماعه، دي الخصم وتخفيض. طب كلمه deal اتفاق او صفقه. اوكي a good or cheap price، حاجه بتبقى رخيصه الثمن او جيده الثمن، سعر كويس يعني. اوكي سيل بمعنى تخفيض او اوكازيون. شوف يا جماعه تعريفها بيقول لك ايه؟ a time when shop sells the things at a cheaper price than usual. الوقت اللي المحلات بتبيع فيه الحاجات بتاعتها منتجاتها بسعر اقل من المعتاد. طب سبيكر يا معلم بقى، يا شباب بقى، اللي هو سماعه، معنى ايه؟ equipment عباره عن آلة او جهاز that you connected to or is a part of phone radio computer so that you can listen to it. يعني عبارة عن جهاز بتوصله للكمبيوتر او للتليفون او الراديو عشان تقدر تسمع عليه بصوت اعلى او اقوى. الله، حاجات كلها لذيذه جدا يا جماعه. زي ما قلت يا جماعه لها جملتين هيجوا يا جماعه في اختيارات على الايه التعريفات ديت. بيس يا ريس، تمام. اما الناحيه الثانيه يا جماعه بره جملتين على حاجه اسمها مترادفات ومضادات. سينونيم وانتينم. synonyms and antonyms. الكلمه وعكسها يا جماعه برضه جملتين هيجوا في اختيارات يا ابطال. اول كلمه سيل، المرادف يا جماعه او السينونيم exchange او trade. اما الانتينم عكسها buy، يشتري، عكسها يبيع. سهل قوي. عندك سمارت، حيما سمارت يعني ذكي، اكنها بالظبط بتساوي كلمه ايه؟ intelligent او brilliant او كلمه clever. حيما دي السينونيم بتاعها. لكن الانتينم المضاد او العكس يعني stupid، غبي. ذكي عكسها غبي. يا ساتر. lucky يعني محظوظ، اكنها يا جماعه بتساوي ايه؟ fortunate. حيما نطقها غريب شويه، خد بالك منها. عكسها يا جماعه unlucky unlucky او fortunate unfortunate. كلمه جميله. اليو ان يا جماعه بتدي عكس الكلمه على طول. cheap بتساوي inexpensive، وخد بالك من اي ان مش يو ان. inexpensive يعني ايه؟ يعني رخيص. طبعا عكسها طبعا او الانتينم expensive. expensive. free مجاني. حيما دي بتساوي كلمة unpaid أو without money، يعني حاجة مجانية من غير فلوس يا بطل. طبعا عكسها يا جماعة paid. حيما free الانتينم عكسها ايه؟ paid. طب كلمة ask يا جماعة المرادف لها يا جماعة وبتساوي كلمة inquire. لكن المضاد لها يا جماعة الانتينم او الاوبزيت بتاعها give او reply او كلمة answer، يعني يعطي رد او ايه كده يعني. طب اخر كلمة بقى كلمة خاص او مميز special. السينونيم بتاعها المرادف يا جماعة اسمها ايه بقى؟ important او particular. حيبقى important او particular. اما بالنسبة للانتينم العكس بتاعها يا جماعة او الاوبزيت بتاعها يعني عادي او مألوف usual او common. حيما دي مضاد كلمة ايه؟ special. حلوة قوي ما شاء الله يا جماعة. دي يا جماعة زي ما قلت يا جماعة هيجي جملتين على عكس الكلمة والمرادف للكلمة. كمان في جملتين يا شباب هيجوا برضه في اختيارات على حاجة اسمها البرفكس والسافكس. هو كام جملة يا مستر على الاختيارات؟ 6 جمل يا ابطال. 2 على الديفينيشن و2 على الكلمة وعكسها يا جماعة، وكمان على 2 على البرفكس والسافكس. بقول لك بقى ايه؟ شوف يا سيدي بقى الاي ار يا جماعه اي ار بريك ايه؟ تحول من الفعل للاسم عشان نحول من الفيرب الى نون. زي مثلا سبيك بقت ايه بقى؟ سبيكر. شو بقى؟ توست حما يحمص الحاجه بقت توستر، محمصه، خبز كهربائيه. حما شوف حولت يا جماعه الفيرب الى نون اسم. طب مايكرو يا جماعه ديت تعتبر يعني حاجه جميله جدا عشان تعطي معنى صغير، معناها حاجه مايكروسكوب، مايكروجيب، حاجه كده. عندك مثلا ايه؟ مايكروويف. شوف مايكروويف اللي هي الموجات الكهربائيه وكده. طب الاي ار الحرفين دول يا شباب عشان بتدي عكس الكلمه او عكس الصفه. حيما زي مثلا regular بقت اسمها irregular. regular irregular. حيما يعني غير منتظم. ما شاء الله. طب كلمه فل مهمه قوي يا جماعه، بتيجي كتير قوي، دي خد بالك منها عشان تحول من الفيرب الى الصفه. حمام زي مثلا عندك ايه؟ شوف يوز بقت ايه؟ بقت يوسفول. شوف بقى عندك مثلا هيلب يساعد، هيلبفول،
وهكذا. مهمه جدا يا شباب قوي. طيب النهارده بقى يا شباب برضك مكملين مع الجريمر. القاعده النهارده هتبقى لذيذه قوي يا جماعه. بقول لك ما تنساش الحته المهمه قوي ديت. ايه بقى يا مستر بقى؟ خد بالك يا جماعه بتيجي كتير جدا 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 في الامتحانات. مفيش اي محافظه لا تخلو من هذه ايه الملاحظات. شوف بقى بقول لك ايه، كلمه اسمها ايذر. 3 كلمات يا جماعه خد بالك منها. كلمه ايذر ونايذر وبوث. حما ايذر بيجي بعد اسم مفرد، ونايذر اسم مفرد، لكن بوث دايما بعد اسم جمع. شوف يا جماعه عندك مثال بيقول لك ايه، ايذر بوي از هابي. ايذر بوي از هابي. شوف يا جماعه حطينا از اهي عشان قلت يا جماعه بعد كلمه ايذر بيجي اسم مفرد وبعدها فعل مفرد بوي واز عادي جدا. طب بوث بقى، بوث بويز ار هابي. بوث بويز. هنا يا جماعه شوف بعد كلمه بوث جه اسم جمع وطبعا فعل جمع ار. حلو قوي يا جماعه، مهمين جدا. خد بالك يا جماعه الثلاث روابط دول. اما دول يا جماعه من اكتر بقى الحاجات اللي بتيجي مع كل رابط. شويه ايذر اور، خد بالك من اور، نايذر نور اما او لا ولا، او بوث اند كلا من او كلا و. خد بالك يا جماعه من كل واحده، اور ونور واند. شوف يا جماعه وبالك ايه، خد بالك ما تنساش ان ايذر ونايذر تتبع الفاعل الاقرب لها، يعني بنحط الفعل از او ار على حسب اقرب فاعل. شوف يا جماعه الجمله الجميله قوي دي. يقول لك ايه مثلا، يقول لك ايه either I or he is happy. هنا يا جماعه حاطين الفعل is علشان اقرب فعل ايه، he مش I. صح يا جماعه، he بقت is. اقرب فاعل يا جماعه بتحط الفيرب على حسب اقرب فاعل ليك. حلوه قوي ما شاء الله يا جماعه. ذكي انت ذكي وذواق. طب برضه يا جماعه مخليك معايا برضك حته برضك مهمه جدا برضك مركز عليها في امتحانات. ايه بقى يا سيدي بقى؟ بدك خد بالك من حاجه اسمها none of ونايذر of، يعني لا ولا او ليس. مفيش اي حاجه خالص. شوف بقى الفرق ما بين اكتر من اتنين هقول none of، لكن neither of دي الفرق ما بين اتنين بس. يقول لك ايه neither of the two boys is happy. شوف يا جماعه neither of قلت two اتنين عشان neither of فرق ما بين اتنين. حيما وخد بالك من is يا بطل على الرغم عندك كلمة boys، لكن none of the boys is happy. none of دي الفرق ما بين اكتر من اتنين. وطبعا خد بالك يا جماعة الاتنين بي على طول بعدهم اسم جمع وبعدين فعل مفرد. طب كلمة بوث حما برضك مهمة جدا يا جماعة. شوفوا لك بوث ايه، يأتي معها الفعل الجمعي دايما على طول زي ما نقول ار او وير او هاف او دو. شوفوا لك ايه both my parents are doctors. both my parents كل من والدي ار. شوفوا يا جماعة حاطين ار اهو دايما على طول مع بوث كل من بعدها على طول بيجي ايه فعل جمع على طول ار، او مثلا بيجي دو او هاف او وير دايما على طول جمع. ما شاء الله يا جماعه حاجات مهمه جدا جدا ركز معاها. قسما بالله برنس عجبتني. طب دلوقتي يا جماعه اكسرسايز موجود عندنا في كتاب المعاصر صفحه 94. كومبليت ذا سنتنس، اكمل يا شباب وصحح الفيرب اللي بين قوسين. مهمين قوي يا جماعه ركز معايا. اول جمله جت في دمياط 2023 يعني السنه اللي فاتت يا بطل. بيقول لك ايه بوث نبيل and علي be at school yesterday. يا جماعه طبعا be هنا معناها verb to be اللي هو am is are او was او were. هنا عشان عندك yesterday يعني ماضي تبقى were. ليه يا مستر ليه؟ عشان كلمه بوث ما خدناها شويه دايما معاها الفعل الجمع. لسه حاله قايلين اهو على طول بوث مع الفعل الجمع. 2 neither علي nor I be. شوفوا يا جماعه present last night دي كانت في الشرقيه. خد بالك يا جماعه اهو قلت يا جماعه دايما برضه verb to be يبقى was علشان عندك هنا I. دايما قلت ايه اقرب فاعل ليك، اقرب فاعل عندك هنا الاي قبل النقط اهو يبقى الاي معاه was. طب 3 يا جماعه جت في اللونج مان يقول لك ايه بوث رامي اور كمال جود فول ماركس. سهل قوي يا جماعه. قلت الرابط اللي يجي مع بوث كلمه اسمها ايه and. صح بوث and، لكن either or ونايذر نور. مهمين قوي يا جماعه. طب 4 يا شباب عندنا برضك مهمه جدا جدا جت في اسيوط 2022. neither علي nor his friends be at school now. اقرب حاجه ليك هنا ايه قبل النقط كلمه friends. يا جماعه يبقى اكيد are. يا جماعه فاكرين لما قلت ايه اقرب فاعل ليك بنحط على طول هنا friends حاجه جامعه هنا كده.
ما شاء الله، حاجه جميله جدا يا جماعه. طب مثلا عندك بوث، بركه بقول لك ايه، جت في اسكندريه 2022، بقول لك ايه بوث of the children like ice cream. طبعا ما قلنا بوث دايما مع الفعل الجمع، طبعا ما ينفعش اقول لايكس خالص، لايك حما اللايكس الفعل مع اخره اس بيجي دايما مع الهي والشي والات، لكن عندك هنا children اطفال جمع يبقى لايك. طب نمبر 6 يا جماعه، 6 جت في الجيزه 2022، يقول لك نقط neither my sister and. انا مش هكمل، سهل قوي اهو. and ما دام and يا جماعه الرابط بيجي مع كلمه both. يا جماعه قلنا both مع كلمه and، لكن neither مع كلمه nor، وايذر مع كلمه or. حلوة قوي ما شاء الله. رقم 7 يا ابطال، جت في كتاب المدرسه، يقول لك ايه no of my friends goes shopping every day. اسمها نو ولا اسمها يا جماعه فاكرين؟ المقارنه بين اكتر من حد، بين اكتر من اتنين، none. يا جماعه خدنا من شويه قلت فرق كلمه none ونايذر، فاكرين يا شباب؟ مهم قوي. none عشان هنا فريندز طبعا، يعني مفيش اي حد من اصحابي بيروح يتسوق كل يوم. 8 يا شباب يقول لك I like neither the red one or the blue one. الرابط يا شباب اللي بيجي مع كلمة neither nor، فاكرين؟ neither nor، neither nor، لكن either مع or. حلو قوي يا جماعة ما شاء الله عليكم. طب السؤال التاسع موجود عندك في كتاب المدرسة، يقول لك ايه you can choose. انت ممكن تختار neither soup or. الا ده في اور اهي عندك اهي or salad. الاور يا جماعه بيجي معاها ايه؟ مش neither، معاها either، either or، لكن neither مع كلمه nor. حلو قوي يا جماعه، تركيز بالله عليكم، حاجات كلها مهمه جدا جدا، بتيجي كتير قوي امتحانات. understand or not. رقم 10 جت في كتاب يا جماعه الطالب في المدرسه، يقول لك ايه neither of those necklaces are nice. I can't decide what one to buy. يبقى both. بيقولوا الاثنين دول حلوين جدا، انا مش عارف، انا محتار اختار دول فيهم. I can't decide، مش قادر ايه اقرر ان هو اللي اشتريه. هنا both عشان هنا بيتكلم عن ايه؟ عن اتنين يا شباب، ده ما كلمه both بتشير لاتنين يا ابطال. حلو قوي يا جماعه اهوت. طيب قعدنا مع الجرامر برضه يا جماعه، مهم قوي على الصفات. يلا يا شباب الدرس التاني يا شباب، درس الصفات. حاجه جماعه من الدروس الجميله جدا جدا يا جماعه، ومهمه قوي قوي السنه دي عندنا يا شباب. طيب يا جماعه لسه اهو حالا واخدين طبعا اللي هو ادوات تجزئه زي كلمه بوث وايذر ونايذر، وحلينا عليهم التمرين اللي عندنا في كتاب معاصر. الصفات يا شباب عندنا نوعين من الصفات، ركز بقى يا بطل انت وهو. في حاجه اسمها شورت ادجكتيفز اللي معناها صفات قصيره، وتيجي مع الصفه اللي هي بتتكون من وان سيلابل، من مقطع واحد. مقطع واحد يعني مثلا هتلاقي الكلمه فيها حرف متحرك واحد، زي مثلا big tall fast long high. واخد بالك يا جماعه؟ كل كلمه من دول فيها او تحتوي على حرف متحرك واحد، يا جماعه صوت فولز واحد بس. لكن الناحيه الثانيه عندك حاجه اسمها long adjectives اللي معناها الصفات الطويله. يا شباب ودي يا جماعه الصفه الطويله بتتكون من اكتر من مقطع، يا جماعه بتلاقي اكتر من كده صوت من اصوات الفاولز متحركين، زي مثلا dangerous beautiful exciting difficult. يا جماعه شوفوا يا جماعه كلها صفات، يعني حتى شكلها اصلا كلمه طويله او شكلها صفه طويله من شكلها كده. طب الحاجات دي يا مستر دي هتفيدنا بايه لما نعرف صفات طويله وقصيره؟ هقول لك شوف يا معلم معايا بقى يا بطل، خد بالك من الحته اللي جايه الجميله قوي ديت. ايه بقى؟ عند المقارنه بين اتنين يا جماعه في صفه قصيره، بيج او طول او فاست، اي صفه قصيره يا جماعه من دولي هنعمل ايه؟ شوف يا سيدي هنعمل حاجه بسيطه جدا ومهمه قوي قوي، ركز معايا يا بطل. اول حاجه بتكتب الصفه عادي جدا، بيج او طول او فاست او اي صفه من الصفات الصغيره ديت، وبعدين حط اي ار وبعدها كلمه ذان. يعني مثلا bigger than taller than faster than longer than، يعني اسرع من، اطول من، اضخم من، وهكذا. مثال بيقول لك ايه a mouse is smaller than an elephant. a mouse ان ايه؟ ان الفار يكون اصغر من، شوفوا يا جماعه smaller حاطين اخر الصفه اي ار يا شباب وبعدها كلمه than بمعنى من. الفار اصغر من الفيل، مقارنه بين الاثنين. اما بقى لو كانت الصفه طويله هنعمل ايه يا شباب بقى؟ هل برضك نحط اي ار؟ يعني مثلا كلمه beautiful هقول beautifuler، ايه ده؟ لا هنعمل حط حاجه اسمها more او less.
كلمة more بمعنى أكثر، وكلمة less بمعنى أقل. وبعدين يا شباب هتحط الصفة الطويلة اللي أنت عاوز تستخدمها بقى dangerous beautiful أي حاجة من الصفات الطويلة ديت. وبعدين هنحط بعد الصفة كلمة than اللي هي معناها من. حاجة معايا؟ يعني كلمة than أصلا تعتبر عامل مشترك بين الاتنين. حاجة معايا؟ احفظها كويس أوي أوي يا أبطال. more أو less وبعدين صفة طويلة than. نشوف يا جماعة المثال الجميل أوي دي مع بعض يا جماعة كده ونركز يا جماعة عشان صفة طويلة قصيرة حلو أوي. طيب بيقول لك إيه؟ A snake اللي هو الثعبان is more dangerous than fox. التعبان أكثر خطورة من إيه؟ من الثعلب. حاجة معايا؟ شوف يا جماعة عندك إيه؟ أنت عندك ملاحظة كلمة إيه؟ dangerous أهي. شوف يا جماعة صفة طويلة مش قصيرة. أكني شوف حاطة إيه؟ قبلها more وبعدها كلمة than. أكني زي زنقتها كده يا جماعة بين more وذان. شباب بمعنى أكثر من. الصفة الطويلة نحط قبلها more أو less وبعدها than. لكن خليك فاكر بقى يا جماعة بردك الجزئية الجميلة أوي ديت. إيه بقى يا مستر بقى؟ في حالة التفضيل يا جماعة التفضيل في صفة قصيرة، التفضيل بتفضل مثلا واحد عن الكل أو عن مجموعة. شوف يا سيدي بتحط ذا وبعدين تحط الصفة قصيرة وبعدها كلمة إيه أو 3 حروف بقى EST. ذا بعدين صفة قصيرة و EST. the fastest the tallest كده. شوف يا جماعة مثال كده. سلمى is the shortest girl in our class. سلمى هي أقصر بنت في الفصل. شوف كده عندك إيه؟ the shortest. شوف كلمة short أهي قبلها the وبعدها EST. the shortest أقصر واحدة في الفصل. اما لو صفه طويله يا جماعه بقى هنعمل ايه؟ هل برضه نحط ذا؟ قال لك لا، نحط حاجه اسمها the most او the least بمعنى الاكثر والاقل. يا شباب وبعدين نحط الصفه الطويله مثلا beautiful exciting difficult enormous. يا جماعه بس قبلها ايه؟ ها the most او the least. نشوف يا جماعه المثال الجميل قوي دي. لو مثلا ايه؟ حبيبه is the most beautiful girl in our family. حبيبه هي اجمل واحده في العيله بتاعتنا. تفضيلها هو يا جماعه بفضلها عن كل البنات في العيله. شوف يا جماعه حاطط ايه؟ the most وبعدها على طول الصفه الطويله beautiful. يا شباب او الصفه الطويله يا شباب بنحط قبلها ايه؟ the most او the least. حلوه قوي. لكن لو صفه قصيره نحط more او less. ما شاء الله. لكن يا شباب الصراحه الراجل هنا ساعات برضه مركز عليها في بعض مع المحافظات جد برضه كتير قوي. بيقول لك ايه؟ صيغ المقارنه والتفضيل بس الغير منتظمه. يعني بيقول لك في حوالي 4-5 صفات بقى يعني لا تتبع الكلام اللي فات. يعني مش هحط ولا اي ار بقى ولا زان ولا اي سي تي ولا الحاجات دي خالص. الحاجات دي يا جماعه عايزه حفظ يا ابطال. اول كلمه باد يا جماعه في صيغه المقارنه يا جماعه هقول ايه؟ باد هقول بدر نحط اي ار؟ لا. شو اسمها ايه؟ worse than أسوأ من. طب في التفضيل هقول ايه؟ the best؟ لا هقول ايه؟ the worst الأسوأ. شو يا جماعة قاعدة شاذة خالص لا تتبع الكلام اللي فات خالص. الحاجات دي يا جماعة عايزة حفظ مهمين جدا والصراحة في بعض المحافظات كده كتير قوي. كلمة far بعيد يا جماعة هقول ايه؟ فرفر؟ لا شو عامل ايه؟ farther يا جماعه ممكن بالاي او باليو يا شباب. لكن فار طبعا معناها بعيد لكن الابعد بقى ايه؟ ذا farthest يا جماعه. farthest بالاي او باليو الاثنين يا جماعه مظبوطين صح ان شاء الله. عندك كلمه جود يا جماعه. جود خد بالك منها جت كذا مره يا جماعه السنه اللي فاتت واللي قبلها. هتبقى ايه؟ better than. مفيش حاجه اسمها جودر ولا جودست. لا غلط خالص. better than والتفضيل اسمها the best. يا جماعه صيغه تفضيل اللي هو السوبرليتيفز هتبقى the best. عندك بقى الكلمات دي الصراحه اقل اهميه من اللي فوق. يعني اهم حاجه نركز على كلمه bad وفار وجود. little يا جماعه في المقارنه اسمها less than بمعنى اقل من. اما في صيغه التفضيل في السوبرليتيف هتبقى the least بمعنى الاقل. يا شباب جميل قوي. عندك كلمه ميني وكلمه ماتش يا جماعه اللي هي الاثنين مع بعض يا جماعه. ميني للعدد وماتش للكميه. في المقارنه يا شباب في الكومباريتيف هذه اسمها more than اكثر من. more than اكثر من. اما بقى في حاله السوبرليتيف اللي هي التفضيل يا شباب هذا اسمها the most. طبعا يا جماعه جدول مهم جدا تركز على اهم 3 كلمات. تركز على كلمه جود وباد وفار مهمين جدا يا شباب والكاركتر قوي. حلو قوي يا جماعه. دلوقتي بقى اكسرسايز يا شباب. يلا عشان نكمل مع بعض ما حدش يروح بعيد. يلا يا شباب.
طب دلوقتي يا شباب بقى بقول لك بقى حل بقى يا بطل معايا اسئله المحافظات ديت بعد ما خلاص بقى شرحنا يا جماعه الصفات وشرحنا كمان ادوات تجزئه. اول سؤال عندنا في محافظه دمياط 2023 بيقول لك ايه؟ both نبيل and علي be at school yesterday. عايزين يا جماعه نصحح كلمه be، طبعا يا جماعه be يعني verb to be اللي هو am و is و are او was او were. تاني سؤال يا جماعه في السويس 2023 بيقول لك ايه؟ either سما nor مريم has a new mobile. عايزين نصحح يا جماعه كلمه نور، طبعا يا جماعه اللي عارف الاجابه يكتبوها في الكومنتات وانا ان شاء الله هرد عليه. الله اكبر. حبيبي حبيب مامي. التاني يا جماعه جه في اسوان 2023 برضك بيقول لك ايه؟ The film was terrible. I think it was the not bad film I have ever seen. شوف يا جماعه كلمه bad هنا غلط وقبلها كلمه ذا، الاداه ده يا جماعه خد بالك منها، مهم قوي يا جماعه خدناه من شويه من ايه؟ في الصفات الشاذه. اسكندريه يا جماعه بيقول لك بقى neither of those necklaces be cheap. عايزين يا شباب برضك نصحح الفيرب بي. حلو قوي ما شاء الله يا جماعه، اللي عارف الاجابه يا شباب يكتبها في الكومنتات وانا ان شاء الله هرد على كل واحد فيكم باذن الله. طيب دلوقتي يا جماعه مع جنرال اكسرسايز مع ليسون 1 و 2 اللي عندنا في كتاب المعاصر صفحه 95 و 96. اول سؤال بيقول لك بقى ايه؟ عمر wants to buy a t-shirt. يا جماعه الدايلوج المحادثه الجميله قوي، شوفوا يا جماعه حوار قوي ضرب ما بين عمر والراجل البياع. البياع بيقول ايه؟ hello can I help you؟ ايوه اي خدمه يا استاذ؟ كيف يمكن ان اساعدك؟ طبعا يا جماعه يقول ايه؟ اوه اوف كورس. حما كان اي هيلب يو؟ طبعا عمر يا جماعه كشخص زبون يعني يقول اوف كورس طبعا يا عمو. هنا ستيل زمان قام قال له ايه؟ ها وات وود يو لايك تو باي؟ طب تحب تشتري ايه حضرتك؟ هو دخل يشتري تيشيرت يا جماعه. وات وود يو لايك تو باي؟ فعمر قال له ايه؟ اي وود لايك تو باي ا بلو وان. انا عايز اشتري تيشيرت ازرق. فالراجل قال له ايه؟ وات اباوت ذس وان؟ ايه رايك في التيشيرت دي يا معلم؟ طبعا يا جماعه اي راي بقى إيه مثلا اتس نايس اتس بيوتيفول اتس كول اي حاجه اتس نايس مثلا اي. فقام ايه عمر قال ايه؟ وير كان اي تراي ات اون؟ طب معلش فين عايز اقيسه؟ يا جماعه طبعا مش هاخد حاجه كده عمياني يعني يقيسه برضك من حقه طبعا الزبون. فقام الراجل قال له ايه بقى؟ قال له يو كان تراي ات اون in this dresses room. روح ايه غرفه تغيير ملابس وغيرها. فهنا عمر سال السؤال يا جماعه فالراجل قال له ايه؟ قال له اتس 150 ب 150 جنيه. يبقى كده سؤال عن السعر يا جماعه how much is it؟ سهله قوي قوي يا شباب. السؤال عن الثمن والسعر يا جماعه اي حاجه بشتريها how much is it؟ طب هنا الراجل بقى قال له ايه في الاخر بقى؟ anything else؟ طب اي خدمه ثانيه يا استاذ؟ مش عايز حاجه ثانيه؟ طبعا عمر يا جماعه هيشكره بقى عشان يختم الكلام بقى هقول له ايه؟ ثانك يو. شكرا يا معلم، شكرا يا عم الحاج. حاجه معاه خد بالك يا جماعه دي جت في القليوبيه السنه اللي قبل اللي فاتت 2022. يعني محادثه يا جماعه مهمه جدا ويعني برضك خد منها افكار يا شباب وطبعا حاجه رسميه اهي. السؤال الثاني يا ابطال بقى ولك تشوز ا كوريكت انسر. اختر يا شباب الاجابه صحيحه من A B C or D. شو يا جماعه ركز معايا يا ابطال كده ونشوف الشاطر اللي يقول اجابه قبل ما نقولها. اعمل نفسك ميت، اعمل نفسك ميت. اول سؤال جه في البحر احمر السنه اللي فاتت ولك ايه؟ ذا اوبوزيت اوف فيرب باي. عكس كلمه باي يشتري. ها سولف سيل سيل سويم. ايوه سيل يبيع. خدنا يا جماعه من شويه يا جماعه في الكلمه وعكسها فاكرين؟ باي عكسها سيل. الجدول يا جماعه قلت مهم جدا عشان في بيجي كتير امتحانات. تاني سؤال يا جماعه جه في لونج مان يقول لك ايه؟ he was fortunate enough to win the game although he didn't play well. fortunate here means كان محظوظ جدا ليكسب المباراه على الرغم انه اصلا ما لعبش كويس. يعني ايه كلمه فورشن محظوظ؟ ها فاكرين يا شباب؟ فاكرين لاكي ولا انلاكي ولا سترونج؟ فاكرين؟ ايوه لاكي. يا جماعه برضه يا جماعه خدناها في الجدول اللي الكلمه بتساويها يا جماعه فورشن معناها لاكي يعني محظوظ. طب 3 ديل ولا ميل ولا هيل ولا سيل means a good or cheap price. ها نقول ايوه ديل اللي هي معناها زي صفقه كده يا جماعه. فاكرين صفقه يعني حاجه سعر كويس او سعر رخيص جود برايس او تشيب برايس. 4 يا ابطال بقول لك ايه؟ suffix اللاحقه كلمه فول اللي في كلمه يوسفول خلتها يا جماعه ايه؟ تحولتها من فول يوز الى يوسفول. adverb ظرف
adjective صفة، verb فعل، ولا noun اسم؟ طبعا صفة شباب، خدناها برضك في الجدول بتاع السفكس والبرفكس من شوية، خدناه مع بعض وقرأنا مع بعض. طب نقط يا جماعة is used to make hot drinks، بتستعمل عشان تعمل مشروبات سخنة. ها hot كوفي ماشين ولا فريج ولا انسترومنت ولا اوفيس؟ هو كان الكوفي ماشين اللي هو آلة لصنع القهوة. طيب 6 يا شباب بيقول لك there are a lot of free courses online، ده في كورسات فري خالص على النت. كلمة فري هنا معناها ايه؟ inexpensive ولا cheap ولا unpaid ولا unusual؟ ايوه صح يا جماعه، خلينا من شويه برضك كلمه فري كانت بتساوي كلمه unpaid يعني حاجه without any money، من غير اي فلوس. صح. انا المخ وانت العضلات. صح. يعني لو نختلف انا وانت ابقى انا ضعيف ايوه وانت حمار. صح. طيب تمام يا جماعه، ما شاء الله عليكم. السؤال الثالث يا شباب عندنا برضه اهو من الكتاب المعاصر يا شباب بقى، صفحه 96 يا ابطال. شوف بقول لك ايه، read and complete the text، اقرا النص. اوبا الجدول قدامك اهو يا جماعه، هنترجمه من الشمال لليمين. اول حاجه ديسكاونت يعني تخفيض او خصم، شيب رخيص، شيبر ارخص، ديل صفقه، انترنت طبعا انترنت، وسمارت يعني ذكي. There is a big sale in the shopping mall in our area، كان في طبعا تخفيضات في المول اللي جنبنا. ماشي. all the clothes كل الملابس are نقط than usual this week. شو يا جماعه بعد النقط لاحظ كده عندك كلمه than. ايوه بدم than يبقى الصفه اي ار شيبر. صح cheaper than. يا جماعه this microwave has a 25% يا جماعه بقول لك الميكروف دي عليه 25% ايه؟ ديسكاونت. صح؟ عليه تخفيض 25%. ما شاء الله. شو بقول لك ايه؟ it usually costs 100 pound 1000 pound but now it's 750 pound. يا ده كان ب 1000 جنيه ونزل تخفيض بقى 750. عمر's family wanted to buy، لكن أسرة عمر نفسها تشتري نقط تي في. ها تلفزيون ايه يا شباب؟ ايوه تلفزيون ذكي سمارت تي في. صح يا جماعه سمارت تي في عشان يشغلوا بقى النت بقى واليوتيوب بقى عليه والدنيا ايه ما شاء الله كده. so they can watch films on the عشان يعرفوا يتفرجوا افلام على ايه بقى؟ طبعا انترنت. امال ما جايبينه سمارت ليه؟ صح يا جماعه on the internet. وخد يا جماعه حرف جر on ديت دايما يجي قبل الاختراعات، يعني on تي في on internet on computer on the radio وهكذا. طب 4 يا ابطال برك عندنا حاجه جميله جدا، complete the sentence اكمل. طبعا يا جماعه اللي هو ايه تصحيح كوركت. صح يا شباب وركز معايا كده. اول جمله جت في الوادي الجديد السنه اللي فاتت يا جماعه 2023 neither فادي or علي speak English well. طبعا يا جماعه الرابط هنا or ما يمشيش خالص مع نايزر. فاكرين يا جماعه كلمه نايزر كان بيجي معاها رابط اسمه ايه؟ ها ايوه نور. نايذر نور نايذر نور، لكن ايزر يا جماعه ايزر معاها اور. طب السؤال الثاني احمد از مور جود ذان علي. احمد يعتبر يعني افضل من علي. جيت في اسماعيليه السنه اللي فاتت يا شباب عندك مور ما ينفعش خالص بيتر عشان دي يا جماعه في صيغه المقارنه في الكومباراتيف دي من الصفات الشاذه. قلنا ركز على يا جماعه كلمه جود وباد. طب 3 this is bad film I have ever seen. دمياط السنه اللي فاتت شباب عندك bad برضك صيغه تفضيل. احفظ يا جماعه كلمه جود وباد اكتر صفتين مهمين قوي. اسمها the worst اسوأ. دي اسوأ فيلم شفته. خصوصا يا جماعه عندك حاجه اسمها I have ever seen دي من كلمات ال present perfect المضارع التام تفضيل. 4 neither أمنية نور نورة ever shop online. الوادي الجديد يا شباب خد بالك هنا لازما الفعل يتبع أقرب فاعل ليه. نورة مفرد يبقى shops وليس shop يا شباب عشان هنا قول neither نور يا شباب أقرب فاعل ليك بتحط الفيرب حسب أقرب فاعل. 5 either سما نور to speak German. انت عندك حاجه اسمها نور يا جماعه. طبعا نور بيجي معاها نايزر مش ايزر يا شباب. لما قلنا يا جماعه الروابط مهمه قوي فاكرين حاجه اسمها both معاها and نايزر معاها نور ايزر معاها اور. الله اكبر عليك، ايه الحلاوه دي؟
يا شباب الروابط دي مهمه جدا جدا. ومعاكم مستر احمد شهيب يا شباب من قناه مستر انجلش. يا ريت يا جماعه تفعلوا الجرس والاشتراك عشان يوصلكم كل الدروس اللي جايه ان شاء الله. وكمان يا ريت يا جماعه تشيروا الفيديو عشان الرسول قال خير الناس انفعهم للناس يا شباب. ويا ريت طبعا لو اي كلمه طيبه او حتى دعوه حلوه في الكومنتات، الحاجات دي بتفرق معايا جدا. شكرا يا ابطال على المتابعه، السلام عليكم.